صباح الأنوار، أحييكم من طبرجة في لبنان. والله الشباب معايا في السوشيال ميديا محتارين معايا جدًا، لإني ما باتابع لهمش أي ترند صراحة، فهُم زعلانين منّي ومعتبرين إن دوّة كده يعني بيضيّع علينا فرص كتير، فباعتين لي دلوقتي على الترند بتاع اكتشاف الممر في الهرم، بيقولوا لي أهو ده تبعك أهوّة واتكلم فيه. أنا ما باحبش أتكلم في الترندات إجمالًا، لكن عمومًا كله اتكلم على ما اعتقد في اكتشاف ممر الهرم، ومش محتاج اقول ان هو بطول 9 متر تقريبا وبعرض 2 متر وبشكل جمالون، وده يعتبر اكتشاف مهم جدا في الحضاره المصريه، لان هو جوه الهرم بتاع خوفو، وده طول الوقت محير الناس بسبب حاجات كتير جدا. الحاجه الاجمل ان هم اكتشفوا في نهايه الممر دوت سده طينيه. يعني ايه؟ يعني حيطه معموله من الطين، وده في المعتاد بيبقى عشان يخبوا اسرار وراها، زي ما كان حاصل في مقبره توت عنخ امون، وكان في المكتشفات كلها قدام وبعدين السده الطينيه وبعدين المقبره. ففي احتماليه كبيره جدا ان احنا نلاقي مقبره مهمه، ونفترض ان هي مقبره العظيم خوفو هناك. فلو ده حصل هيبقى اكتشاف عظيم جدا ومبهر جدا، وبيقول لنا عن سر، يعني بيأكد على حقائق علميه موجوده، وبيقول لنا على سر جديد الله اعلم، جايز يكون حاجه ثانيه احنا ما نعرفهاش خالص. انا بس لفت نظري ان بعض الفيديوهات اللي بتتكلم قالت ان الملك خوفو ملوش وجود خالص في التاريخ المصري القديم، مشكوك في وجوده. ده مش حقيقي خالص. الملك خوفو هو الملك الثاني في الاسره الرابعه بعد الملك سنفرو، وهو اخو المهندس العبقري نفرمعت اللي هو كان مهندس سنفرو والمسؤول عن البنايات الكتيره بتاعته. الكلام ده لقيناه في المقبره بتاعته اللي موجوده في ميدوم في بني سويف. وهو اخو كمان عنخ حايف اللي هو المهندس اللي بنى الهرم الاوسط، وهو عم المهندس حمايون، لان حمايون اللي بنى الهرم الاكبر هو يبقى ابن نفرماعت. فيعني وجوده اصيل، موجود في كل قوام الملوك اللي موجوده عندنا. يمكن اشهرهم انا بوريكم دلوقتي ساعه ما انا رحت لمعبد ابيدوس العرابه المدفونه بتاع سيتي الاول، المعبد الجنائزي بتاع سيتي الاول، واللي فيه واحده من اهم قوائم الملوك السابقين ليه، 76 ملك هو بيعظمهم وبيفخمهم. مكتوب فيهم خوفو بعد سنفرو قبل ابنه جدفرع وخعفرع. فما فيش خلاف على وجوده. ده كده خوفو عشان نبقى عارفين، يعني ده الخرطوشه الملكيه بتاعته. ده ابنه اللي مسك بعده جدفرع، جد اهو، جد اف رع، تمام. ده هنا خعفرع، ده خعفرع اللي هو ابنه اللي بعدهم. ده هتبقى ايوه، ده هتبقى من كاو، هقول لك دلوقتي. ده كده بتاعت من كاو رع، من كاو الجمع هو بتاع كاو رع. وبعد كده ده اللي مسك بعده اللي كان شبس كاف، شبس كاف اهو، شبس كاف. وبعد كده ادي اوسر كاف، يعني هو دول ملوك الاسره الرابعه وبعدين الاسره الخامسه. في برديات كتيره جدا غير القوائم بتاعت الملوك كمان بتتكلم عنه، زي برديه وادي الجرف اللي بتتكلم عن العمال اللي كانوا بيعملوا الهرم بالمناسبه، وزي البرديه بتاعت خوفو والسحره اللي بتتكلم عن ازاي هو كان مهموم علشان يعمل الهرم الاكبر وازاي كان بيفكر فيه. فيعني في حاجات كتيره مفيش خلاف على وجوده. لكن الغريب ان هو ما كانش بيعمل تماثيل خالص في عهده، ما اتعملش غير تمثال لحم عيونه بس المهندس بتاع الهرم، لكن هو نفسه ما اتعملش ليه اي تماثيل في عهده. مشكوك في راسين يكونوا هم بتوعه، لان هم شبه التمثال الحقيقي الوحيد اللي لقوه مكتوب عليه اسمه، يعني ما فيش خلاف عليه، اللي هو التمثال اللي موجود في المتحف المصري حاليا، وهو صغير جدا طوله بالتاج 9 سم، واسمه مكتوب عليه الخرطوشه الملكيه بتاعته. وعلى الرغم من ذلك التمثال دوت معمول في عهد الاسره ال26، وخوفو كان في الاسره الرابعه اللي هي في محاوله احياء امجاد القدماء. الاكتشاف دوت اكتشاف فائق العظمه وفائق الجمال، ونتمنى ان احنا في انتظار بكل شغف يعني كل تفاصيل القادمه فيه، ونتمنى ان هو يبين لنا ايه اللي هيحصل فيما بعد ذلك. ان شاء الله ربنا ييسر هروح المتحف القومي قريب، وهصور لكم من جنب تمثال خوفو، التمثال الوحيد اللي احنا متاكدين هو بتاعه، وهنشوف هو شبه مين، لانه شبه حد كده مهم. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه شعبان ورمضان والاعياد وكل حاجه. يومكم جميل.